ازاي تبني بيرسونال براند؟ بما اني بدات ار ان ال، فدلوقتي الفكره اصلا ار ان ال اصلا قايمه على بيرسونال براندنج، ان انا بمسك البيرسونال براند بتاع رجال الاعمال واخليه يبان بشكل قوي ويكسبوا منه فلوس اكتر. وهم اصلا رجال الاعمال معظمهم البيرسونال براند بتاعهم ضعيف قوي او ما عندهمش اصلا بيرسونال براند. فهي دي النقطه اللي انا بلعب عليها. فازاي ابني بيرسونال براند؟ ازاي انا احدد لهم البيرسونال براند بتاعهم؟ الموضوع بيتقسم لثلاث فروع رئيسيه زي ما انت شفت في الاول: براندنج، كونتنت، مونتايز. تقسم لثلاث اجزاء دي. براندنج اللي هي كل حاجه، اللي هي متقسم ل ايدنتيتي وفيجوالز. ايدنتيتي او الهويه هي باختصار كل حاجه بتضم ان انت الرساله اللي عايز توصلها للعميل، المشاعر اللي عايز توصلها له، الرؤيه بتاعتك، الهدف بتاعك، الشخصيه بتاعتك والستايل بتاعك. كل ده الهويه بتاعتك، ده جزء. والفيجوالز جزء تاني. الفيجوالز هي بقى كل حاجه انت بتشوفها بعينك، من شعار، خطوط، الوان، شكل الايديت، والصور اللي بتشوفها على السوشيال ميديا بتاعته. هي دي الفيجوالز. فهو ده اول جزء، هو البراندنج. تاني جزء وهو الكونتنت او المحتوى. المحتوى بيتقسم لاول حاجه وهي المنصه اللي هنزل عليها، يوتيوب، انستجرام، اي منصه. بعد كده بيتقسم بقى عندي الموضوع لجزئين: ماكرو ومايكرو. ماكرو هو المحتوى الاساسي بتاعه، مثلا فيديوهات طويله على اليوتيوب، فده المحتوى الاساسي بتاعه. بينزل تحتيه بقى مايكرو. مايكرو هو المحتوى الفرعي اللي بيجيب مشاهدات وبيدفع الناس للمحتوى الكبير اللي هو الماكرو. فمثلا الفيديو طويل ده ماكرو. فيديوهات بقى اللي بتنزل على انستجرام وعلى تيك توك، والبوستات اللي بتنزل مثلا على لينكد ان بتجيب الناس للقناه الاساسيه بتاعته ولا على اليوتيوب. فدي كانت تاني جزء، الكونتنت. تالت جزء وهي المونتايز، ان انا ازاي بقى اخلي البراند بتاعه ده يدخله فلوس، مش مجرد بس ينزل فيديوهات وبس، لا انا عايزه يدخله فلوس. فده ازاي يحصل؟ ده يحصل ان احنا لازم يكون عندنا منتج رقمي، سواء بقى منتج ده ديجيتال برودكت، اي بوك، معلش، سواء اي بوك، كورس، كونسلتنت، اي نوع من انواع اللي هو منتج الرقمي، هو ده لازم يكون عنده. او بقى هو عنده منتج ملموس، مثلا عنده براند ملابس، عنده براند عالمي في اي حاجه برضه، فده برضه مهم. الفكره التانية بقى ان انا الاستراتيجيه بقى، انا ازاي اخلي المحتوى بتاعه يعني يصب في ناحيه الفلوس، يخليه يدخله فلوس، يخلي الناس تشتري المنتج اللي هو عامله ده. فهو ده باختصار اللي انا بعمله ده. فانا بقى دلوقتي انا بعمل ايه؟ زي ما قلت لك في الفيديو اللي فات، ان انا في حاجات كتير محتاج اتعلمها. يعني انا بالشكل ده بس محتاج اتعلم ازاي اعمل فانل في ماركتنج، فانل تخلي الناس بعد ما تتفرج تشتري وكده. فده برضو حاجه ما كنتش اعرفها، فدي اللي بتعلمها. انا كنت عارفها زمان بس محتاج اتعلم فيها اكتر، حاجات اكتر عن البراندنج، محتوى، وازاي المحتوى ده يبقى فايرال. ده كده جزء مثلا. فهو الحاجات اللي لسه بتعلمها لسه شويه، انا بقى يعني لسه كتير، فمش كتير قوي، بس انا شغال، يعني انا شغال كده وكده. شغال ان انا بشتغل بقى، بعمل خلص حاجات في البراند في الار ان ال، وبتعلم حاجات جديده. من الحاجات بقى اللي بخلصها في ار ان ال بالذات، وهي فكره الكتاب، ان انا بعمل بي دي اف ابعته للعميل يفهم منه كل حاجه بقدمها. ده كده جزء. الجزء التاني هو جزء جوجل فورم اللي قلت لك عليه الفيديو اللي فات، اللي هو بشرح له فيه كل، اللي هو بساله فيه كل الاسئله اللي محتاج افهمها عنه. فده كده كل حاجه محتاج اعرفها، كل حاجه انا محتاجها لغايه دلوقتي. ايه الخطوه الجايه دلوقتي؟ الخطوه الجايه انا بعد ما اتعلم ابتدي بقى اجيب عملاء. فده تاني سؤال: ازاي اجيب عملاء؟ هو انا في الموضوع ده مش محتاج عملاء كتير، يعني انا في البدايه عايز اتعامل مع عميل واحد، لان انا الفلوس اللي هكسبها منها هتبقى كبيره شويه. الخدمه دي مش هتتقدم لاي حد، لا بتقدم رجل اعمال، رجل اعمال بيكسب ملايين. فانت فاهم بقى، فهمت الدنيا. انا بس كل بيرسون براند من دول بحلله، بقول له ايه المشاكل اللي فيه وازاي اقدر انا احلها لك، وايه الخدمه اللي بقدمها. بعد كده ابعت له بي دي اف ده اللي مكتوب عليه اسمه، ويبقى له فيه كل حاجه بالتفصيل. الهدف من القناه دي والهدف من الفيديوهات اللي بعملها دي، وان هي تكون قصه ليا، بسبب ان هي تساعد اي حد. يعني مش عارف تساعد مين، ممكن تساعد اي حد. حد مش عارف يبدا منين، الدنيا تايهه عنده، ممكن بجد يتساعده، بجد يتحفزه، يحس ان هو مش لوحده، يعني انا معاه. بس في الاخر متنساش تعيش حياتك. سلام.